مصرية بتتسم بالسماحة، وجلابية بيضة بتعكس بياض القلوب، ودفوف وآلات موسيقية ورقصات اشتهرت بيها بلاد الذهب. دي كانت طريقتهم لنقل تراث بلادهم للعالم كله. قدموا تراث النوبة من خلال أغنياتهم البسيطة. تعالوا نشوف ونسمع عن فولكلور النوبة. بلاد الذهب، تلك هي بلاد النوبة التي نشأت حضارتها القديمة على ضفاف النيل العظيم في جنوب مصر، وامتدت إلى شمال السودان. وقد أطلق عليها هذا الاسم لكثرة ما تحويه من مناجم الذهب والمعادن النفيسة. تتسم النوبة بتاريخ حضاري عريق وتراث شعبي يتميز بالخصوصية عن بقية أرجاء الوادي. بيوت مميزة بألوان زاهية تعكس حب أهلها للحياة وأثاث شعبي مختلف. أما أهل النوبة فهم تلك الوجوه الحامية والقلوب الصافية القانعة بقليل من العطاء وبابتسامة رضا تلمع في عيون أبنائها. النوبة تلك البقعة السمراء التي ستظل دوما لها في قلوب المصريين مكانة خاصة، ولأهلها كل الحب والتقدير. الحقيقة أنه من أجمل استمرار ممكن اللي احنا بنرددها باستمرار وليها وقع جميل على الأذان الأغاني النوبية. ويمكن احنا شفنا الأغاني اللي قدمها لنا الفنان محمد منير ليها جاذبية خاصة. هنتكلم عن التراث النوبي اللي جاية منه الأغاني دي ويعني حاجات تانية كتير قوي من خلال لقائنا مع الأستاذ الدكتور محمد عمر طه، أستاذ التراث النوبي وماجستير في اللغة النوبية. أهلا بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك. كمان معانا الأستاذ محمد حسن مطرب من النوبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خليني ابتدي مع حضرتك أستاذ محمد عمر، وعايزة أسأل عن احنا بنتكلم عن تراث النوبة، بنتكلم عن تراث شكله ايه؟ يعني احنا ممكن نعرف مثلا التراث البدوي، ممكن نعرف نتكلم عن مثلا تراثنا في الفاطمي مثلا. عندنا يعني اشكال كثيرة للتراث. التراث النوبي شكله ايه؟ هو احنا لما نيجي نتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، اولا انا بهني كل انحاء مصر بالعيد المبارك، وبهنيكم وبهني كل العالم العربي والاسلامي بالعيد السعيد. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. لما نيجي نتكلم عن التراث، التراث بينقسم الى اثنين، في تراث مادي وفي تراث لغوي او معنوي. فالتراث المادي طبعا اللي احنا بنشوفها في المتاحف، يعني النوبة فيها متاحف، فيها قصور زي قصر بريم، معبد كلبشة، المعابد والحاجات دي. وطبعا الأسرة ال 25 في النوبة، وكان في ملوك زي طهارقة وبعنخي وشبكة وشبتاكة ومملكة نبتة دي يعني معروفة كانت. طبعا ده التراث المادي.
التراث اللغوي هي اللغه اللي احنا معلش بنتكلم انا بيها. اسفه، هو تراث فرعوني اكتر يعني بيميل للفراعنه اكتر. ما هو المملكه النوبيه يعني هي عصرة الفرعوني، عصر الفرع الفرعوني، ويمكن ما قبل الفراعنه كمان. كان ليهم معابد وليهم تراث، وقصر بريم برضو بيشهد معبد كلبشه، معبد في كل دي فيها يعني ملوك نوبيين. وفي منطقه النوبه، هي احداثها كلها في منطقه النوبه. أيوة. وهي مبنيه في منطقه النوبه. فده التراث المادي. طبعا التراث اللغوي اللغه اللي احنا بنتكلمها، ودي لغه يعني من عشرات الاف السنين، لغه بنتحدث بها وكتبت في بعض العصور واندثرت يعني ككتابه بس في بعض العصور، لكنها عاشت بالتواتر الى يومنا هذا. اللغه ما راحتش، اللغه مستمره بالتواتر. هي لغه مختلفه عن اللغه العربيه. مختلفه طبعا. يعني هي لغه مختلفه ولغه خاصه، لكن كتبت في بعض العصور، ازدهرت كتابتها في بعض العصور واختفت الكتابه في بعض العصور، لكن هي عايشه بقوتها وبالتواتر من شفاء لشفاء، بتسلم بعض اجيال لاجيال لغايه ما وصلت الى يومنا هذا بنتكلم بها، والطفل بيتكلم لكن هي اصلها فرعوني ولا اصلها يعني اصلها ايه؟ هي اصلها نوبي. يمكن ممكن نقول احنا عارفين مثلا اللغه القبطيه لغه فرعونيه اصلا. ايوه هي فرعونيه. لكن اللغه النوبيه جايه منين؟ هي لغه نوبيه، هي عصره الفراعنه، زيها زي الفراعنه من سيدنا ادم. اللغه موجوده من بعد سيدنا ادم، موجوده من سيدنا ادريس، موجوده. ويقال ان سيدنا ادريس كان نوبي وسيدنا لقمان كان نوبي، وهكذا. هي عايشه من يعني نقدر نقول انها حضاره لوحدها. طبعا نقدر نقول انه لانه كده يعني كل مقومات الحضاره مستوفيه. ايوه طبعا. اللغه والتراث يعني ايوه، وحكموا لغايه القدس. حكموا مصر كلها، المملكه النوبيه يعني. الملوك النوبيين حكموا مصر كلها. تمام. هنتكلم تاني طبعا على التراث النوبي، لكن اسمح لي بقى فرصه ان احنا نسمع الاستاذ محمد حسن. حضرتك بتغني بالنوبي مش كده؟ باللغه النوبيه. طيب محضر لنا حاجه هتسمعها لنا؟ والله طبعا احنا محضرين كنا، بس برضه هدي الفرصه للاستاذ محمد. الظروف اللي هو احنا يعني كنا طبعا جايين وسعداء بالعيد، الا ان خبر وصلنا واحنا داخلين الاستوديو، وطبعا ده بيعز علينا فنان نوبي عاش معانا وفنان جميل وتوفى. فطبعا احنا طبعا خلصنا العدد، وفي نفس الوقت طبعا الالم بيعترينا، ويعني بنعزي الاستاذ مسعد هركي وآل هركي وآل جستل، بنعزيهم. ويعني طبعا ده برضه هيأثر على نوعيه الاغاني اللي ممكن تتغنى يعني، فعشان كده هو طيب يعني هنحترم طبعا الحاله دي. وتحب تسمعنا ايه؟ باذن الله يعني. وانا برضو اقول برضو البقاء لله في كل الشباب النوبيين اللي توفوا، واخونا برضو احمد صباح وكل الشباب النوبيين اللي توفوا، واختنا نبره النوبيه. خلينا بس الناس بتعيد دلوقتي والله احنا كمان خليها احنا كمان كان نفسنا نعيد برضو طبعا، بس يعني. طيب حضرتك تسمعنا ايه؟ هتسمعنا يعني الحمد لله رب العالمين. هنقول ايان دو صابون باي ونميني. هنقول ايان دو صابون باي يقضي عن الفراق برضو. طيب agar muksidauna ya mailika karse agar muksidauna
Orogaigunya mangi sangonai Orogaigunya mangi sangonai Wanya saylato narki Gudas min afainani Irminata mediyani Ayando sabon payo جميل. طبعا انا مش فاهمه حاجه يعني من الكلام، بس لو ممكن يعني ناخد حتى العنوان بس نفهمه. وبعد اذن الاستاذ محمد برضو يفسر اكتر مني بعدين، بس بقول برضو كده يعني ده اشتياق اشتياق للناس عموما يعني. يعني النوبيين طبعا النوبيين يعني متهجرين في كل مكان وكده برضو اشتياق ليهم بنغني لهم الاغنيه دي يعني. ممكن تقولي جمله وتفسر لي معناها يعني؟ اول جمله مثلا في الاغنيه بتقول ايه؟ يعني ايان دسابون بايو نمني. يعني ايه؟ يعني وانا مشتاق لك واحنا مشتاقين لك بعدت عنينا. الله. يعني هو بيصعب بالمعنى الصريح كده، بيصعب عليه فراقك. هو طبعا لاي انسان احنا فارقناه او فارقنا، فطبعا بيصعب علينا الفراق. طب اللغه النوبيه سهله؟ يعني الواحد سهل يتعلمها ولا لغه صعبه؟ لا، هي لغه مش صعبه، هي لغه ليها قواعدها، ولو قدرنا نلتزم بالقاعده بتاعتها وتركيبه الجمله مش صعبه يعني. هي زيها زي اللغه الانجليزيه، زي اللغه الفرنسيه الاسبانيه. هل فيها حروف مختلفه؟ طبعا طبعا. هو يعني اللغه النوبيه كتبت في العصر المروي، كتبت في العصر الفرعوني باحرف معينه، وفي العصر القبطي كتبت. فدلوقتي احنا في العصر طبعا النوبيين قعدوا في العصر القبطي يعني اكثر من 1000 سنه، فكان بيكتبوا بيها الاناجيل وفي الكنائس مكتوبه وفي المعابد مكتوبه. فدلوقتي ده اللي احنا استعدناه وبنكتب بيها، اللي هي كتبنا بيها في العصر القبطي، وهي دي الحروف اللي احنا استعدناها وبندرس بيها في يعني في النوبه، يعني في الاماكن النوبيه. تمام. طيب اسمحوا لنا، معانا تقرير عن افراح النوبه، ودي يعني من الحاجات اللي لازم نتكلم عنها بالتفصيل. هنشوف التقرير ونرجع نقابل حضراتكم مره تانية. من اول ما دخلت بيت الحاج عبدون والست هنومه عمري ما سمعت عن حادث فقري او حتى اشتباك بسيط. كل المشكلات هنا بتتحل وتنتهي في الجلسات العرفيه. مجتمع جميل وهادي. سمعت من الحاجة هنومة إن فرح دهب على ابن عمها حبيب كمان يومين، ومن دلوقتي بتبدأ التجهيزات، وعاملين حفلة كبيرة قوي لحد الفجر. البنات لابسة فيها الجرجار والشباب لابسين فيها القفطان والعمة. ودهب جوه مع الحنانة وموافق بتعمل لها الحنة. دهب بنت جميلة، وشها أشبه بصورة رسمها فنان من نوع دافنشي. الشفايف متحددة ومرسومة بقدرة الخالق، ووشها مدور زي قرص الشمس اللي بيطل على النيل كل صباح. فهي مثال للفتاة النوبية الجميلة صاحبة البشرة السمراء والقلب الأبيض الطاهر. وعلى رأي عمنا المؤرخ اليوناني هيرودوت، النوبيين هم أجمل جنس بشري. طبعا هتسألوني عرفت منين يا مفعوص دافنشي وهيرودوت؟ هقول لكم طبعا مستخيري وحكاياته. سامعين صوت الزغاريد دي؟ العروسة والعريس وصل. أصل النهاردة ليلة الفرح. وعلى فكرة الفرح النوبي هو الفرح الوحيد في العالم
اللي بيتغنى فيه أغاني وطنية، وده لعشقهم لتراب بلادهم وارتباطهم بيه. أسيبكوا بقى مع الفرح. بصراحة بقى أنا عاوز أتفرج على دهب وهي عروسة زي القمر. بعد مرور أسبوع على الفرح، حبيب أخد دهب من إيديها وراح بيها على النيل عشان يتبركوا بيه ويدعوا هناك لحياة مديدة وسعيدة ليهم ولولادهم في المستقبل. ودي عادة نوبية أصيلة جدا، وده لأن النيل هناك مش مجرد شوية مية بيسقوا الزرع أو يروا العطش، لا ده أكتر من كده بكتير. ومش هبالغ لو قلتلكوا إنه قيمته زي قيمة الدم اللي بيجري في عروقهم بالظبط. الجزء الخاص بالنيل في النوبة، حضرتك كان ليك تعليق عليه لما عرضناه، حضرتك قلت حاجة مهمة قوي. هو طبعا النيل بالنسبة للنوبي شيء مقدس، يعني بيعني الحياة، فلذلك النوبي بيقدسه ولا يمكن في يوم من الأيام يلوثه، بل بالعكس. يعني هي النيل مرتبط بكل طقوسه، بكل طقوس النوبي من المهد للحد، يعني من يوم ما يتولد كلها مرتبطة بالنيل. الحياة الإنسان كلها مرتبطة بالنيل، مش بارتباط حاجة قدامنا وبنشوفها وخلاص، لا ارتباط مقدس. فيعني زي المشهد اللي احنا شفناه ان هم اتجوزوا فراحوا يشربوا من الطفل. لا مش بيشربوا بس، الطفل لما بيولد يعني يوم السبوع بياخدوه برضه بيروحوا يتوضى هناك وبيرموا عصيده في اعتقاد ان في ناس نهر عايشين حياه تحت النيل، فاعتقاد النوبي كده يعني راسخ فيه، فعمره ما يلوث النيل يعني. فمن يوم الميلاد في الجواز برضو زي ما شفنا التقرير، العريس بيروح هناك يتوضى بيبقى فيه صديق ليه اقرب الاصدقاء بيسموه الوزير، ده بيمشي معاه بيروح يعني شايل له هدومه الجديده، بيتوضى هناك ويشطف هناك ويتوضى ويتحرك من هناك بموكب لغايه ما يخش الزفه. يعني يتشائم، يعني بيحصل نوع من التشاؤم اذا ما حصلش انه يتوضى في النيل. طبعا الطقس ده لو ما حصلش بيبقى حاسين بنوع من التشاؤم. وهكذا يعني في كل مراحل الحياه لازم يبقى في ارتباط بالنيل، زي ما شفنا في التقرير. لازم يروحوا حتى الست لما جوزها بيتوفى برضه في ليله مظلمه بعد العده 4 شهور و10 ايام، بالليل بتطلع في الضلمه بتروح تتوضى وبعد كده ترجع بيتها وتفتح للناس وتستقبل الناس. ال4 شهور دول ما بتشوفش حد الا لما بعد ما تروح تتوضى وترجع. 4 شهور ما بتقابلش حد خالص لحد ما تروح تتوضى في النيل وترجع. ودول اللي بيخشوا لها او ما بتوريش وشها، حتى لو في راجل دخل بتغطي وشها وهكذا. ما بتطلعش الا بعد ال4 شهور دول، بتروح تتوضى وترجع لبيتها. دي من العادات كلها اللي في النوبه القديمه، لاننا كنا ساكنين جنب النيل.
فطبعا الاعداد دي دلوقتي في النوبه الجديده ما فيش نيل، يعني احنا سكنونا في اماكن جبليه بعيده عن النيل، فكانت مؤثره جدا على النوبيين لدرجه ان الكبار السن توفوا، الاطفال توفوا، يعني عشان يفتحوا سنه اولى ما كانش في طلبه. كان العمليه مؤثره ان انت لان شوف تقديسه للعيد النيل قد ايه. يعني بعد عنه بقت حاجه طبعا كان اكتئاب نفسي للكبار. فالنيل بالنسبه للنوبي فعلا حاجه مقدسه يعني. في اغاني مرتبطه بالنيل في التراث النوبي اكيد. اكيد طبعا كل الاغاني اتغنت على النيل. يعني كل الاغاني اتغنت على النيل اساسا، يعني غالبيتها يعني من طب ما تسمعنا حاجه كده من اغنيه عن النيل. والله يعني احنا طبعا كنا جاهزين بس هنغني اغنيه مشابهه للاغنيه دي يعني. معلش. اتفضل. ملم فيا نيرلا ملم فيا نيرلا جيتان كورجا سكلا جيتان كورجا سكلا في يومي يا ماجيجي غنيرمي يا ماجيجي إنما النتيجة إنما النتيجة أليتني تراك بني ملم فيا نيرلا ملم فيا نيرلا جيتان كورجا سكلا في يومي يا ماجيجي نيرمي يا ماجيجي تلقيت ملة في نولا تلقيت ملة في نولا وين كويلة نورا ديس الغربة فينا ديس الغربة فينا تلقيت ملة في نولا وين كويلة نورا ديس الغربة فينا ديس الغربة فينا أيوة دلكم مني أيوة قركم مني أيوة دلكم مني دنيا القركم مني قكم بإرائيقا قكم بإرائيقا دلقينيك لغاي مني إكتناك تقل مني بإرائيقا رمي يا ماجيجي في يومي يا ماجيجي إنما النتيجة جاء إنما النتيجة جاء ليتني اقتراك برمي تلقيت ملة في نولا وين كويلة نورا ديس الغربة فينا
ديس القرب فيه أيوة دلكم مني وقرقتكم مني شوفنا الساركين شوفنا الساركين دلقينيك لقاج مني اكتنان تقل مني يرماقي أصلا يرماقي أصلا يا ماني إنما النتيجة جا إنما النتيجة جا عليت انك تراك بنيل. جميلة. اللحن جميل جدا الحقيقة، الألحان النوبي كلها حلوة. ايوه بجد طبعا لانها مخلوقه في جو ساحر. يعني البيئه النوبيه هي بيئه ساحره فيها مزاج كده، طبعاً. عارف تحس انه يعني تخيلي أنت المزيكا لما فيها يكون- مزاج. انت لما يكون خاصه النوبه القديمه لما تكون قدامك النيل وبعدها الخضره وبعدها وفي ظهر منك الرمال، يعني الوان جميله مبهجه. صحيح. يعني بتخلي بتساعد على الابداع طبعا. صحيح. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك عن العادات المرتبطه بالعيد. يعني احنا شفنا الزواج وحاجه، يعني الاحتفالات الخاصه بيه. ايه العادات التانية المرتبطه بالعيد؟ هو الافراح بتكتر في العيد صح؟ مظبوط. تمام. ايه تاني عادات؟ العيد ليه استعدادات كبيره يعني من قبلها. يعني العيد الصغير طبعا هم اسمه كوري كودود او انجين كوري. هي عيد السيدات او النساء. عيد النساء؟ اشمعنى؟ عيد الفطر المبارك. الفطر اللي بيسموه كده على اساس ان الاستعدادات كلها والحمل كله بيبقى مرتكز على السيدات. السيده هو الكحك والبسكوت الحاجات دي بتتعمل برضو هناك؟ لا الكحك في الوقت الحديث، هو كان زمان طبعا ما كانش فيه غير الفشار والبلح. لكن في حاجات يعني زي اكل بيتعمل العصيده الشعريه باللبن. العصيده دي باللبن برضه هو نوع من دقيق القمح مخلوط ببعض الدقيق الذره وبيتحط عليه طبعا بيتطبخ وبعد كده بيتحط عليه لبن في النص، لبن يعني سمين، يعني لبن دسم. فالاستعداد بيكون بقى على النساء ليه؟ من يوم ما نقول يا عيد الستات يعني كان بيحصل تغير كامل في البيت. يعني البيت الستات هم اللي بيليسوا البيت، هم اللي بيلونوه، هم اللي بيرسموه. يعني دايما الالوان دي بقى والرسومات الالوان الزاهيه اللي انت بتشوفيها هي الستات اللي بيعملوها. الستات اللي بيعملوها. هو الراجل بيبني البيت خلاص بعد كده بيسلم للست وهي بقى تجمله. بتكمل هي اللي بتجمله. فبيحصل الرسومات. يعني كل بيت قبل العيد تلاقيه بيليس، بيغير شكل البيت، يليسه ويلونه ويرسمه وبعد كده بيغير كل الرملة. عيد يتغير الالوان اللي على البيت. كل عيد والرمله اللي جوه البيت برضه بيشيلوه يحطوا رمل اصفر جديد. فبتلاقي الست هي اللي قايمه بالمجهود الاكبر في تخطيط العيد. غير طبعا انواع الاكل كلها يعني بيعتمد على لكن الكبير طبعا الذبيحه على الراجل هو اللي بيجهز العجل وبيربيه مسمينه يعني عيد الرجال للعيد الكبير. طيب احنا هنتكلم على التهنئه. غير كده حضرتك المراكب بتتزين في البحر، يعني بيبقى في منظر بهيج، يعني الوان طبعا زاهيه كتير. الوان جميله. صحيح. طيب عايزه اتكلم عن طقوس التهنئه في العيد ولو في عيديه ولا ما فيش. بس بنستكمل حوارنا عن الاحتفالات بالعيد في النوبه. وعايزه اسالك استاذ محمد عمر، التهنئه بالعيد هل ليها طقوس معينه؟ هل في عيديه بياخدوها الاطفال الصغيرين؟ يعني ايه طقوس التهنئه في العيد؟ هو الطقوس طبعا يعني احنا واحنا اطفال كنا بنحب ان احنا نروح نقول للكبار، خاصه الستات الكبار، ان احنا نعيد عليهم عشان كنا يعني كانوا بيدونا دعوات. يعني لما نيجي نقول كوريجا انا ليه كانت ترد كونا انا ليه هولين كوريجا جايين كوريجا تني مني يكدولي كودني بوجودني نودني يكدولي مالدني. يعني طبعا يعني كل سنه وانت طيب وان ربنا يعني تشوف العيد
ويتعاد عليك كل سنه وانت في وسط ابوك وامك واهلك وكل اللي بيحبوك. فالدعوه دي كانت دعوه يعني بنحبها قوي من الكبار، فكنا بنروح نعيد عليهم عشان نسمع وبعدين العيد ده ليه طقوس يعني معينه، ان طبعا الرجاله بيروحوا في حته متسعه، هي بتبقى جوار المقابر، كانت بتبقى في ساحه كده بيصلوا، وهم يعني اول حاجه لازم يعملوها اول بيت يخشوه البيت اللي كان فيه مثلا عنده مصاب او عزاء او كده، يعني الست الارمل كده اول حاجه لازم يروحوا كلهم يتلموا في البيت ده ويعيدوا على صاحبه الفقير. وبعد كده بيعدوا على كبار السن والمرضى والمتقاعدين، برضه يعدي على دول. بعد كده بييجوا يفطروا بقى المديد والحاجات اللي انا قلت عليها الشعريه وكده. اول يوم بقى بيكملوا اللف في القريه كلها. تاني يوم بياخدوا المراكب، كانوا في النوبه القديمه، ويعدوا على القرى اللي هي المجاوره وفيها نسب وقرابه وكده. كان اليوم الثاني والثالث ده في القرى اللي هي المجاوره. لكن اول يوم كان بيبقى الاحتفال لازم في جوه القريه. بالنسبه للعيديه يعني في البلد القديمه ما كانوش بيعرفوا طبعا الفلوس كتير، كان يعني بلح. بس لازم يدي هديه، يديك حاجات معينه، بس لازم يدي هديه يعني. بيدي يعني هو البلح ده كان البلح والفشار ده اللي كان بيتقدم. بلح والفشار ده كانوا بيتقدموا يعني كاساسي. لكن هنا بقى في العيديه والفلوس، كان اللي ابهاتهم بقى ابتدوا، يعني احنا في سنه بعد التعليه الاولى والثانيه للخزان، الميه لما عليت وغرقت الرقعه الزراعيه والاكل العيش، ابتدوا يسافروا الرجاله ويسيبوا بقى المنطقه دي يزرعها، يروحوا المدن، الشباب الصغيرين والام وكده. فلما جم هنا القاهره طبعا ابتدوا يتعاملوا بالفلوس، ويبتدوا يبعتوا بقى الحاجات اللي هي من القاهره. يعني في النوبه زمان ما كانش فيه تعامل بالفلوس، لا، كان تعامل بالتمر كان مقايضه، يعني انا هاخد منك سكر، هديكي بلح مثلا مكانه، وهكذا. كان مقايضه. الا لما بقى ابتدوا يجوا مصر ويشتغلوا، ابتدوا اللي ليهم ابهات كانوا بيبعتوا لهم بقى يعني العيديه، وكانوا بيبعتوا لهم الجلاليب الجديده والجزم من باتا والحاجات دي كلها اللي كانت زمان كانت اساسيه يعني في عايزه اقول ايه، انه هل الهجره اثرت على العادات النوبيه ولا انتوا حريصين على انكم تحتفظوا بيها زي ما هي؟ يعني انا شايفه اللبس مثلا بتاع استاذ محمد برضو زي ما هو، يعني ده اللبس النوبي اللي احنا عارفينه. ايوه، انتوا بتحاولوا تحافظوا على التراث ده. هو النوبي بطبعه ما بينساش ماضيه. يعني حتى لو احنا كنا بصينا على الطقوس اللي انا بحكي عنها، يعني بيروحوا مثلا لما بياخدوا الطفل في النيل، كانوا بيعملوا له الصليبه دي، ده كده يعني من العصر القبطي ومحافظين عليه. يعملوا اللي هو المركبه صغيره ويرموها، دي زي قصه موسى واللي الوضوء عصر اسلامي. فهو بياخد كل العصور اللي مرت عليه بياخدوا معاه تراكمي. ما يعني النوبي ما بيسيبش ماضيه بالساهل. لما بقول لحضرتك لما جينا بقى هنا، طبعا ارتباطهم وطقوسهم كلها بالنيل، ما لقوش النيل. انا اتذكر انا حضرت يعني يمكن انا كنت صغير في النوبه القديمه، لكن لما جينا هنا انا اتذكر كان يعني الست الارمله عشان تطلع تتوضى في النيل مش لاقيه النيل، كانت يا تروح ترعى يا كانت تروح تدور على حنفيه. في كل قريه كان فيها حنفيه كبيره كده. اول ما جينا قبل ما الحنفيات تخش البيوت كان العمليه صعبه، تروح تتوضى في الحنفيه وتيجي. كان العمليه يعني عشان هم ارتباطهم بالنيل كانوا حاسين بتعب نفسي. انه مش قادرين طبعا الطقس الاول ارتباط بالنيل. هو الطقس الاول كان ارتباط بالنيل. فلما ما لقوش الحاجات دي كان حصل اكتئاب لبعض كبار السن وكده. فالطقوس وبعدين حتى زي ما بقول لكن التلوين للبيت، كل ده طبعا هم مش بانين البيوت دي بايديهم. فكانت العمليه صعبه، لا قادرين يتعاملوا مع الحيطه دي الستات. لا بس جوه البيوت يعني انا شفت بيوت، لا جوه البيوت موجوده. شفت الحقيقه ده في بيوت نوبيه، كان جوه البيت
الالوان والزخارف والحاجات دي أيوة. كانت رائعه الحقيقه. ايوه ما هو هم طبعا يعني بيحاولوا يطبقوا قد ما يقدروا، بس هي الحجاره الاسمنتيه اللي اتبنت بيها البيوت، الحكومه طبعا بنتها لنا، مش طيعه انهم يقدروا يليسوها، يقدروا يلونوها، مش فابتدوا يستخدموا حاجات حديثه، جير والحاجات الجديده والورق والبويه والحاجات دي. يعني هو طبعا هم قد ما يقدروا بيحاولوا يحافظوا. لسه الرمل برضو بيتفرش في البيت، في حاجات كتيره لسه محافظين عليها. جميل. والاكل النوبي والدوكه هو فرش الرمل ده اصله نوبي؟ طبعا لازم. في عندنا حوش، جوه الحوش ده لازم يكون يعني احنا عندنا اما نيجي نرحب بحد نقول له هفرش لك الارض رمل. ارض رمل ده نوبي. ده نوبي مصري. ده نوبي مصري، حضاره مصريه طبعا. وده موجود لحد دلوقتي في الصعيد؟ ايوه موجود جوه البيت، وعند مقدمه البيت بيتفرش الرمل، وبيقوموا الصبح بدري بيكنسوا داخل البيت ويكنسوا الشارع. يعني ما تلاقيش ورقه مرميه في شارع النوبي ابدا. لدرجه ان في ناس اجانب كانوا في زياره يعني مع اصدقائهم هناك عندنا في النوبه، كانوا مستغربين ان امتى بتقوموا وامتى بتنظفوا الشوارع وامتى بتفرشوا الرمل، امتى بتعملوا كده وبتساووا الرمل. بيساووه مش بيفرشوه بس كمان. جميل. يعني طيب هنسمع ايه تاني قبل ما نختم؟ ان شاء الله اغنيه فريحيه. طيب كويس. اسمها ايه بقى؟ الله ليلي وليل. الله. يعني طبعا الليل ده يعني اي فنان بيقول لي الليل يعني يغني لليل طبعا. جميل. اتفضل. يكشف فقرين يكشف فقرين يكينينولك يشف فقرين يكادينولك يشف فقرين والله نجيب ورشة ليلنا ليلي وليل ليلي وليل يكشف فقرين يكشف فقرين يكينينولك يشف فقرين يكادينولك يشف فقرين والله كنتي برشا ليلنا الله أمنا نور تيجاجيونا أمنا نور تيجاجيو وأمنا سلمى كيرا كيميرا الله ليلي وليل ويتككون أيقا ويتككون وتكرجو حكيم لدكم وامنا شندي برشا ليلنا الله صلي صلي اللي لي ويتو صلي نالي مايتو نالي صلي ويتو صلي نالي مايتو نالي يركون نوغاو جسينغا نوبا نوغاو جسينغا لحظات العمر ايقاك فارقونا لحظات العمر ايقاك فارقونا أمانة هوي ويا أمانة هوي ويا أمانة يا دنيا أمانة 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 يا دنيا أمانة أمانة. شكرا.
شكرا جزيلا. يعني استمتعنا الحقيقه جدا بالمعلومات اللي خدناها من حضرتك عن النوبه وبالاغاني الجميله الخاصه بالنوبه، وبشكر العازف اللي معانا استاذ عبد الله نبيل فتحي. نشكره طبعا على انه يعني المجهود اللي عمله معانا. شكرا جزيلا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبه، وكل الامه الاسلاميه والنوبيين في بقاع الارض في العالم وفي مصر والسودان، كل سنه وهم طيبين. امين. وكل سنه وكلكم طيبين، والقناه الثانيه بخير ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا، بكده بتنتهي حلقتنا النهارده. نتمنى يعني نكون وفقنا في تقديم جزء او صوره عن الاحتفالات في النوبه الجميله، ونقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا والى اللقاء.